نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله غادي نشوفوا أغنى لاعبين المغاربة في البطولة الوطنية، لاعبين أجانب ومحليين من ناحية القيمة التسويقية ديالهم. في المركز العاشر أيوب الكرد، حارس مرمى ديال الجيش الملكي. المبلغ السعر القيمة التسويقية ديالو هي 1,200,000 يورو. زادت القيمة التسويقية ديالو 300,000 يورو بعد انجاز ديالو والمساهمه ديالو في فوز فريق الجيش الملكي باللقب الدوري المغربي. في المركز التاسع المهدي بيد، حارس مرمى ديال الفتح الرباطي، كذلك حتى هو 1,200,000 يورو. زادت القيمه ديالو حتى هو 300,000 يورو، وغالبا غادي ينتقل للفريق ديال الجيش الملكي. في المركز الثامن جمال حركات، قلب دفاع ديال الرجاء البيضاوي، بنفس القيمه التسويقيه 1,200,000 يورو. ما تزاد القيمه التسويقيه ديالو، ما تنقصات. اللاعب السابع هو محمد ربيع هريمت، لاعب ديال الجيش الملكي، كذلك حتى هو 1,200,000 يورو. زادت القيمه ديالو 200,000 يورو، خصوصا بعد الاسهامات ديالو في فوز فريق الجيش الملكي باللقب البطوله. في المركز السادس محمد زريده، وسط ميدان ديال الرجاء البيضاوي، القيمه ديالو 1,300,000 يورو، نقصت القيمه ديالو ب 100,000 يورو. في المركز الخامس ايمن حسوني، لاعب ديال الوداد البيضاوي، 1,400,000 يورو، نقصت القيمه ديالو مقارنه بالموسم الماضي ب 100,000 يورو. في المركز الرابع حارس مرمى ديال الوداد البيضاوي احمد رضا التكناوتي، 1,800,000 يورو، نقصت القيمه التسويقيه ديالو مقارنه بالعام الماضي ب 100,000 يورو. في المركز الثالث يحيى جبران، خط وسط ارتكاز، القيمة التسويقية ديالو 1,800,000 يورو، نقصت القيمة التسويقية كذلك ب 100,000 يورو. جميع اللاعبين الوداد تقريبا نقصت القيمة التسويقية ديالهم، خصوصا الموسم، ما غاديش نقول الموسم سيء، حيت الفريق الوداد راه وصل للفينال ديال دوري الابطال وخسر اللقب ديال البطولة في اخر دورة، ودابا خسر عاوتاني في نصف النهائي ديال كاس العرش. بسبب انا غالبا غادي السبب هو كثرة التغييرات ديال المدربين، راه المدربين في موسم واحد شي حاجه بزاف صراحه، هذه اول مره كنشوفها. في المركز على عين، في المركز الثاني رضا سليم، جناح الايمن ديال الجيش الملكي، اللي لعب دور كبير في انتصار الجيش الملكي واحرازه لقب البطوله. القيمه التسويقيه ديالو 2 مليون عفوا 2 مليون و200 الف يورو. زادت القيمه التسويقيه ديالو ب 600,000 يورو. اكبر لاعب دابا زادت القيمه التسويقيه ديالو هو رضا سليم ب 600,000 يورو. في المركز الاول في المركز الاول وكيحافظ على المركز ديالو للموسم الثاني على التوالي، يحيى عطيه الله 2,500,000 يورو، يعني 2,5 مليون يورو. ما تزادت القيمه ديالو، ما تنقصات. القيمة التسويقية ديال جميع اللاعبين البطولة حاليا كتنحصر في 124 مليون يورو، ممكن تزاد مستقبلا في حالة ما كانوا انتقالات ديال الأجانب، خصوصا بعد رحيل داني بورغيس، لاعب ديال الجيش الملكي، اللي انتقل للفريق ديال الإمارات البطائح. القيمة التسويقية ديالو كانت 1,5 مليون يورو تقريبا، يعني مليار ونص مغربية. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك الفيديو وتفعيل زر الجرس. ان شاء الله في الحلقه المقبله غادي نشوفوا القيمه التسويقيه ديال الانديه.